لفائف صدور الدجاج الشهيرة الجميع يحبها. عندما أحضرها، ابدأ بقطع 3 صدور دجاج. قم بقطعها إلى نصفين بالطول، ثم استخدم السكين لطرقها وتليينها. قم بتتبيل كل قطعة برشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من جبنة الكريمة، ووزعها جيداً. بعد ذلك أضف 50 جراما من جبنة الموزاريلا المبشورة، ورشة من مسحوق الثوم، ونصف شريحة من الطماطم، ولفها بهذا الشكل. انقلها إلى طبق خبز متوسط واتركها جانبا. بعد ذلك في وعاء صغير أضف ملعقتين كبيرتين من المايونيز، وملعقة كبيرة من الخردل، وامزجهما حتى تتجانس المكونات. ثم قم بدهن لفائف الدجاج بهذا الخليط. أدخلها إلى فرن تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 160 درجة، 850 درجة فهرنهايت. أثناء ذلك، في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، أضف ملعقة كبيرة من الزبدة غير المرطبة، وحرك حتى تذوب تماماً. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فهذا يعني أنك تستمتع بوصفتنا. لذلك، اضغط على زر المشاركة، وقم بمشاركة هذا الفيديو مع جميع أصدقائك. لن يكلفك ذلك شيئاً، ولكنه سيحدث فرقاً كبيراً لنا. عند هذه المرحلة، أضف شريحتين من الخبز المقطع إلى مكعبات، وحرك حتى تتحول إلى اللون الذهبي. اترك لنا تعليقاً يذكر فيه اسم المدينة التي تشاهد منها هذا الفيديو. أود أن أوجه لك تحية شكر لمشاركتك هذه الوصفة. في وعاء متوسط، أضف خياراً مقطعاً إلى أنصاف أقمار، وبصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة، و150 جراماً من الطماطم الكرزية مقطعة إلى نصفين، و100 جرام من جبنة الموزاريلا المقطعة إلى مكعبات صغيرة، وبقدونساً حسب الرغبة، وعصير ليمونة واحدة، ورشة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من الملح، وقطع الخبز المحمصة التي حضرناها سابقاً، واخلطها حتى تتجانس. هذا هو الخليط المثالي. عندما تكتمل عملية خبز لفائف الدجاج، أضف 150 جراما من جبنة الموزاريل المبشورة عليها بالكامل، وبقدونس حسب الرغبة. أعدها إلى الفرن، واتركها تخبز حتى تذوب الجبنة وتتحمر. الوصفة جاهزة الآن. يمكنك تقديمها مع السلطة التي حضرناها والاستمتاع بها. أتمنى أن تكون قد أحببت هذه الوصفة. الآن سأتوجه إلى قسم التعليقات، وأضع قلباً لكل من ترك اسم مدينته. أراكم في الوصفة التالية. وداعاً.